السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك واهتمي بيها. النهاردة بقى هنكمل سلسلة الفيديوهات الاقتصادية، بما ان الحالة الاقتصادية حلوة بالنسبة لنا كلنا، وبما ان الحاجات غليت غلا مش طبيعي. النهاردة هنعمل الكاتشب بطريقة حلوة وان شاء الله هتنول اعجابكم. ولو الفيديو عجبك متنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما ياريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، عشان اللايك بيرفع الفيديو. النهارده معانا حبة طماطم كده صغيرين ما يكملش ربع كيلو، ومعانا معلقتين زيت، ومعانا نص ربع كوباية سكر، ومعانا بطاطس مبشورة، معلقتين بطاطس مبشورة، واتنين توم. هنعمل ايه كده في البداية؟ احنا مش هنستخدم مية خالص ومش هنستخدم نشا. الفكرة عندنا البطاطس هي اللي هتقوم بدور النشا، لان لما بنعمله بالنشا بيبقى عامل زي المهلبية. فهنجيب الخلاط بتاعنا الجميل وهنبدأ نحط فيه الطماطم. هنحط الحبة صغيرين الاول كده، هنعمل زي ايه قاعدة كده، علشان احنا مش هنحط مية خالص. فاحنا هنضرب دول الاول وبعد كده هنبدأ نحط الحبة التانيين. خلاط ضربة واحدة علشان حبة الطماطم دول يعملوا لي زي مية او قاعدة كده، اكمل بقية الطماطم فيها، لان انا مش هحط مية خالص. بالراحة على الخلاط بس كده. لسه عايز ضربة كمان. كده زي ما انتوا شايفين حبة الطماطم اللي انا حطيتهم اهو، عملوا لي زي قاعدة كده. هبدأ احط عليها الطماطم من غير مية. تمام. اوعي تحطي الطماطم تتعافي على الخلاط بتاعك ويتكسر. احنا الاول بنحط حبة صغيرين نضربهم في الخلاط لحد ما يعملوا لنا زي مية كده، وننزل بالباقي. هننزل بباقي الكمية كده، كمية الطماطم اللي معانا. هما مش كتير يعني، بما ان الطماطم اصلا كمان غالية، فاحنا يدوبك بنعمل حاجة كده اقتصادية. احنا كده نزلنا ببقية الطماطم وهنبدأ نضربهم كده. هيبقى الدنيا سهلة بالنسبة لنا لان بقى فيه مية. هي اصعب خطوة الخطوة اللي فاتت دي، ان انت تخلي بالك وانت بتعملي الطماطم. كده احنا ضربنا الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ ننزل بحبة البطاطس والتومتين اللي هما المعلقتين البطاطس والتومتين اهو. نزلنا بالبطاطس والتومتين ماشي، وهنبدأ نضربهم. وهنحط كمان معلقتين الزيت، معلقتين الزيت كمان هنحطهم، ونبدأ نضرب الكلام ده كله في الخلاط. نبدأ نصفي الطماطم. هنبدأ نصفيها من القشر بتاعها. بعد ما صفينا الطماطم هنبدأ نجيب حلة او طاسة حسب الكمية اللي انت عاملاها هنحطها. انا دول هيجوا يا دوبك على قد الطاسة دي اهو. وهنبدأ نحطها على النار كده. احنا حطينا الطاسة على النار. طبعا شايفين اللون عامل ازاي. طبعا لسه هتتقل، واحنا دلوقتي هوريكم المنظر بتاعها، لكن هي لسه هتتقل. شايفين؟ لان احنا ما حاطين لهاش ميه خالص. شايفين الكثافه بتاعتها.
احنا لما بنحط نشا بيبقى عامل يعني كأنه مهلبية بالظبط. يعني انت حتى لما بتحطيها في الازازة بتاعة الكاتشب بتنزلك كأنك منزلة مهلبية كده. احنا هنبدأ نحط السكر وندوبه. هو كده لونه جميل وكل حاجة، لكن لسه احنا لسه كده في البداية، يدوب لسه حاطينه. هتشوفوا لونه والكثافة بتاعته هتبقى عاملة ازاي. شايفين السمك بتاعي يا بنات؟ حطينا معلقة الصلصة، حطيناها عشان تعزز لنا اللون بتاعها. وكده خلاص استوى الكاتشب بتاعنا، شايفينه؟ عشان نختبره بقى هنحط منه معلقة على طبق. شايفين انا بميل الطبق في اي اتجاه ثابته. معلقه الشكل عامل ازاي القوام. كده عملنا الكاتشب بتاعنا، شايفين الجمال؟ غرقي بقى الولاد من الكاتشب، وشايفين السمك بتاعه بسم الله ما شاء الله. يعني غرقي بقى الولاد بانيه وبطاطس، ويحطوا بقى من الكاتشب زي ما هم عايزين. على فكره ما كملش ربع كيلو طماطم يعني، الحاجات الصغيرين اللي احنا عملناها. كده فيديو النهارده يكون خلص، ولو وصلت لهنا ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.